شكرا عبد العزيز النصر. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. يوم من ايام كاس العالم هنا في قطر التي تستضيف هذا الحدث العالمي والدور العربي حتى الان بالنسبة للمنتخبات المشاركة في هذه الكاس العالمية. السعودية بالامس رفعت راسنا وتونس شرفتنا، واليوم الحضور مع اسود الاطلس المنتخب المغربي في مشوار المجموعة السادسة هنا يدشن المجموعة بمواجهة من نار، مواجهة مرتقبة مثيرة امام المنتخب الكرواتي. اخوتي هيا للعلا السعية، واليوم نسعى للمجد ونسعى لكتابة التاريخ ونسعى كذلك لتحقيق الارقام واستعادة ذكريات وامجاد الماضي. 86 نعم، هناك في المكسيك هناك زارت الاسود، واليوم نتمنى ان تزار من جديد في العاصمة القطرية وفي مختلف المدن القطرية. هنا تشين المجموعة بمواجهة من نار، مواجهة تزار من جديد في العاصمة القطرية. من ناحية 8 سليمة ملاح 15، سفيان بوفال 17، حكيم مهم جدا في ظل وجود مثلث الربع الكور لنيفك دحلة باس التمرير بعد ذلك بالمكورة الصعبة في البداية وياسين الباتية واختيارات داليتش بالخبرة وببعض اللاعبين الشباب. مشاهدينا الكرام ليفاكوفيتش في الحراس، مودريتش اعرف ان الخطوره موجوده على الدفاعات جدا نحو تحقيق النتيجه ايجابيه. برافو والمتابعه بينما خطيره هذه الكره والسايس في نهايه المطاف. السايس يبعد الكره مباشره الى الركنيه. كرة ممكن شوط فيها جول دفاعي سان جيرمان. زياش يرفع لها الكرة لكن يوسفيتش كوفاشيتش في وسط الميدان وكراماريتش في الخط الامامي يتوسط فلاشيتش وبيريتشيتش في صافرة الجماهير المغربية في طرف المشاكس. يمشي زياش الباس الكنترول زياش والكرة جاوزت الخط تمشي للامام طولية لكن سايس يراقب المنارة الدفاعية. الكابيتانو غانم سايس خبرة الكرة في وسط الميدان. انطلاقه كرواتيا شوت الكره يا زياش عندك زياش احلى كره حكيمي سدد الانذار الثاني بقدم حكيمي في المراوغه. مودريتش يدخل العرضيه ولكن فيها تمريره خاطئه ديال التمريره. مرت سلامات اول غلطه والغلطه بالاول الثاني في الوسط. هذا يعطيك الثقه. تلعب حكيم زياش مرفوع في القائمه الثاني هنا نكسة الراسيه. وين الراسيه يوسف ينسالي ونحاول نتكل الكره في مناطق المنتخب الكرواتي. جول شوت سدد سهله كرات احلى لمحات ولمسات هنا في صافره وتعطى الافضليه للمنتخب المغربي. في الشباك يا زياش، اني ارى في الشباك يا زياش. الاخطاء ممنوعه. ثاني تمريره خاطئه يغطي هناك في الجهه اليسرى فيها عرضيه ما يمرش. برافو قاطع الكره في الوقت المناسب وبالجهه اليسرى. اخرج يا ياسين بكل وضعيه صعبه جدا نادي اشبيليه. هنا 1 ضد 1 حكيمي وفيها لمسه. هذه كره طوليه ممتازه يا يوسف ينسيري لو فعلتها ستعيد. بل واحد من المساهمين في الانجاز الاسطوري الان وليد حافظ منتخب كرواتيا. هي اكثر من هجوميه. كوفاشيتش يرفع كره لكن يا زياش وعينك على نصيري يا زياش ولكن بعيده تماما على يوسف نصيري يا زياش. هذا هو نفس طريقه اللعب القتاليه. فارديول اماميه الكره مقطوعه بعد ذلك مرابط الكره البينيه المليمتريه ولكن في قراءه جيده ياخذ التسجيل في انطلاقه هنا من الجهه اليمنى. يورانوفين ولكن لابد ان تاتي دقائق يكون في المنتهى. اقول العكس معدل الاعمار 27 سنه. خروج بالكره سليمه ملاح فيها خطا. نعم الخطا موجود والضربه وسطي الميدان. أناحي في عمليه المرور زالت مغربي يمشي. أناحي البينيه ممتازه. أناحي لماذا الدوران يا أناحي طويله في الكرات العاليه حاضرين وهناك دفع وخطا احتجاج على حكم المباراه في عمليه المرور. يعطي باس بعد ذلك التمرير الاولى للتاريخ لانه لو سجل هدف في هذه البطوله الرؤوس. زياش يرفع في القائمه الاول ولكن الدفاع ويتابع صاحبه.
ممتاز بونو، التايمينغ في الخروج ممتاز، الخروج في الوقت المناسب الكرام. هذا هو بونو لما يتعملق، هذا هو مودريتش، وان شاء الله ما فيش يا مودريتش. سوزا وبونو، يا بونو يا رشيتش، الكرة البينية أناحي، امشي يا أناحي، طلع كرة خطيرة، أول تسديدة دايما، ويلعب كذلك أدوار على مستوى وهذا ما يعجبني في زياش، المساندة الدفاعية وسفيان بوفال. يلا يا بوفال، 1 ضد 1 يحاول المرور، كان ممكن يمرر. حمد الله ينتظر ويناشد وليد الغريقي في الشوط الثاني. هجوميا نتكلم، ولا زالت مغربية مصراوي، ليفاكوفيتش، والاسم واحد المغرب عاليا بينما الظهر كما هو معهود في الجهة اليسرى. وهذه خطيرة، عرضية، طلع الكرة، طلع كرة ممتاز. حكيمي في الرجوع، خيري وبقية الأسماء والنجوم. مرور كان المصراوي بدنيا قادر أنه يكمل. يا بونو خطيرة، مرابط، كمية صعبة هذه الهجمة، كمية صعبة هذه. خلوا مودريتش، أعطوا المساحة مودريتش، ولكن نقلة ناحية مرابط، رجعت بعد ذلك. هنا ناخذ حذرنا ياسين زياش، حكيمي سدد، صاروخ كراماريتش، مرابط يدارك. املاح طالت عليك شويه، طالت يمكن والانطلاقه في المساحه، لكن هناك يحيى عطية الله يرفع الكروس على الطرف الايمن. يورانوفيتش انطلق الزلزولي، راوغ الزلزول قبل سيقار جوكوب، خطيره. يلا يا بونو بقي على الخط، ونايف اكرد يستمر بونو. هنا العرضيه، بونو ممتاز. يحيى بونو، وسط الكره العرضيه، لا احد. خذ وقتك يا يحيى الى عاصمه النور. هناك نور، يرفع بونو، كورتك يا بونو مره جايه. الكروات يتقدمون، الكروات في لحظه. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل طاجن مكرونه باللحمه المفرومه بطريقه سهله وبسيطه وحلوه جدا. ممكن تعمليه في صينيه كامل على بعضه وتدخليه الفرن، وممكن تعمليه في طواجن صغيره وتدخليه الفرن على حسب براحتك. حمرت كده بصلايه زي ما انتم شايفين بشويه زيت، ونزلت عليها بعصير الطماطم والتوابل بقى بتاعتك، ملح وفلفل وكمون وبابريكا. وهنا كده بسلق المكرونه بتاعتي، بعملها انا بمكرونه اقلام، عايزه تعمليها باي نوع مكرونه ثاني براحتك. وهنا اللحمه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، عصقتها بصلتين فرمتهم في الكبه مع قرن فلفل، وشوحتها كده وحطيت عليها اللحمه والتوابل، ملح وفلفل وكمون وبصل بودر وتوم بودر وشويه بهارات من اللحمه، وقلبتها كده لحد ما اتعصقت كويس جدا. انا بزود كميه اللحمه ازاي؟ ان انا بفرم البصل بتاعي في الكبه، فبالتالي مش بيبان، يعني تحسي ان الكميه كبيره لان البصل المفروم مش باين. وهنا المكرونه بعد ما اتسلقت بسلقها كده نص سلقه، وبعد ما الطماطم اتسبكت بخلطها كده بصلصه